تخلد المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج الذكرى 18 لتأسيسها، وهي مناسبة سنوية هامة لاستحضار التضحيات الجسام التي يبذلها موظفو قطاع السجون في سبيل تطوير القطاع السجني. هي كذلك محطة أساسية لرفع التحديات وإبراز المنجزات والمكتسبات التي راهنت عليها المندوبية العامة في إطار مخططها الاستراتيجي والممتد من سنة 2022 إلى غاية 2026، والذي يرتكز على 5 محاور أساسية. أولا، أنسان ظروف الاعتقال، تطوير برامج تأهيل إعادة الإدماج، تعزيز الأمن والسلامة بالسجون، تطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ثم دمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني. كما تشكل هذه الذكرى أيضا حدثا استثنائيا يتم من خلاله الاحتفاء بالموظفات والموظفين المتميزين والمتوجين خلال هذه السنة، اعترافا بكفاءتهم وجهودهم المبذولة طيلة السنة، بالإضافة إلى تكريم بعض الأطر والموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية سامية تقديرا لمسارهم المهني الحافل بالإنجازات، مواسية للتذكير بأهم المستجدات القانونية والتشريعية ذات الصلة بالشأن السجني، سواء تعلق الأمر بقانون 43/22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، أو فيما يخص التخفيض تلقائي العقوبة، وهي مستجدات قانونية وتشريعية من شأنها تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة السجنية وتكريس الحكامة على مستوى تدبير العدالة الجنائية. ذكرى تأسيس المندوبية العامة هي أيضا موعد متجدد للتواصل والانفتاح مع مختلف الفعاليات وشركاء المندوبية العامة للتعريف بالأدوار والمهام الأمنية والإدماجية ثم الحقوقية التي يطلب بها موظفو وموظفات قطاع السجون، مما يستلزم تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام.